سؤال بيقول فاتح محل اكسسوارات موبايل من 3 سنين، عندي منتج ببيعه ب 400 جنيه، المنافسين بيبيعوه ب 500 جنيه، بعمل عليه عرض كل أسبوع ب 300 وأحيانا 250، ومع ذلك بيشتروا من عند المنافسين. طيب، السؤال ده بيجيلي كتير جدا. أنا ببيع أرخص من المنافسين ومع ذلك العملاء بيشتروا منهم وما بيشتروش مني، هل ده منطقي؟ الإجابة إنه أيوه طبعا ده منطقي. ليه؟ لأن سياستك في السوق إنك بتحرق أسعار، وده ما ينفعش يعمله غير الكبار أوي اللي بيعلوا على بعض، أو بياكلوا جزء من السوق، أو اللي داخل السوق جديد ومعاه رأس مال كبير بيحرق جزء منه عشان يتعرف، وده بيكون معاه حملات إعلانية ضخمة. طيب ليه العملاء بيشتروا من المنافسين مع إن سعرك أقل؟ تخيل إنك أنت عايز تشتري موبايل وسألت على سعر الموبايل ده في السوق لقيته 5000 جنيه، وفي محل واحد بيبيعه ب 2500، هتشتري من مين؟ أكيد في دماغك هتقول إن في حاجة غلط. السعر القليل بيعمل شكوك في دماغ المشتري، يعني لما يكون حاجة سعرها العادي في السوق 500 جنيه وأنت لمّا بتعمل عليها عرض بتبيعها ب250 أو ب300 جنيه، ده تقريبًا نُص السعر، والعميل دايمًا بيكون في دماغه إنك أنت كده كسبان، حتى وأنت عامل عرض فأنت أكيد كسبان. إذًا المنتج ده واقف عليك مثلًا ب200 جنيه، فلا يمكن يكون نفس جودة اللي ب500 جنيه حتى لو الاتنين واحد. طيب والحل؟ ما تحطش سعر بالمزاج، لازم تدرس السوق الأول. لمّا تيجي تسعّر وعايز تضرب سعر للمنافسين ما تبعدش أوي، حتى لو هم بيبيعوا نفس المنتج وأنت تقدر تنزّل عنه كتير. يعني إذا المنافسين بيبيعوا المنتج ده ب500 جنيه، أنت ممكن تبيعه ب480، 450 بحد أقصى، ولمّا تيجي تعمل عرض عليه ما تنزلش بسعر العرض كتير، لإن ده بيفهّم العميل بتاعك إنك أنت في العادي بتاخد منه أكتر بكتير. يعني لمّا تيجي تعمل عرض مثلًا آخرك إنك تبيع ب380 وده لفترة محدودة، والأهم دايمًا إنك تركّز أكتر على بناء الثقة مع العملاء بتوعك، ضمان، صور واضحة، آراء العملاء، تقدّم لهم خدمة ممتازة. كده العميل هيختارك مش علشان السعر بس، ولكن علشان واثق فيك. ولو عندك أي استفسار في الbusiness تقدر تسيبه بcomment وهارُد عليك.